يلا كمان معانا أفكار جديدة من الأزايز البلاستيك. هنا أول واحدة بنشيل الورقة بتاعتها وبناخد الجزء اللي فوق، وبنجيب الورق الفوم حوالي 2 سنتي، وبنقص زي شريط طويل، وبنجيب المسدس الشمع وبنحاول نلزق بقى حوالين الكوباية من فوق. ما تخلي الشمع سخن قوي عشان بيسيح الإزازة. احنا هنا عملنا 2. تعالوا نشوف الكرتونة دي. هي هتعمل زي قاعدة كده ليها بالورق الكرتون. بتاخد الأول المقاس بتاع دوران الإزازة ودورتها من الجناب كده، يعني تبقى شكل بيضاوي، وهتبدأ برضو بالورق الفوم تعمل نفس الفكرة. وكمان هتجيب شريط عريض شوية حوالي 3 سنتي، وهتبدأ تلف حوالين القاعدة اللي هي عملتها دي كأنها صينية صغيرة هتحط فيها الكوبايتين. لزقت ازازتين في القاعدة البلاستيك، في القاعدة الكرتون قصدي، معلش. واي بقى زينة عندك، اي حاجة حباها اعمليها. اخدت هنا ورقة مربعة 4 في 4 كده، وبدأت ترسمها بالشكل ده، وهتقصقصها زي ما انتوا شايفين بالظبط، مش قصقصة كاملة. يعني بتحاول تعمل فيونكة شكلها شيك كده وحلوة عشان تزين بيها الكوباية او المقلمة. او شوفوا بقى انت هتعمليها لفرش الميك اب، الادوات مدرسة، تحطيها على مكتب طفلك. يعني ليها افكار، ليها استخدامات كتير، فانت تقدري تعملي اللي انت عايزة. بالشكل ده بقت البيبيونة شكلها حلو قوي، ولزقتها برضو للمعالق، للشوك، للأقلام، لفرش الميك اب. تعالوا نشوف كمان الفكرة دي كمان من الجاكيت. هي علمت طبعا واخدت 3/4، يعني اخدت الجزء الكبير منه. وهتجيب ايطان نفس اللون، لون تاني مختلف براحتك خالص. الالوان واختياراتها دي بتاعتك انت، احنا ناخد بس الافكار وننفذها. طبعا الايطان ده بتجيبه من عند بتاع الخيوط، وبتبقى قايله له اني انا هركبه على بلاستيك علشان بيبقى ليه مقاسات معينه. عملت باللون الازرق الاول وخلصت التربع، وبعد كده بتلزق الفوم من تحت عشان تبقى القاعده بتاعته شكلها حلو. وهتعمل كمان الغطا من الكرتون. هتاخد المقاس وهتقصه، وبرده بالورق الفوم هتداري كل الكرتون ده وتغطيه، يعني هيبقى شكله حلو قوي. وهتبدأ بقى تجيب برضو القطن اللي لونه اصفر، وهتبدأ تغطي الكرتونة خالص من الجزء اللي مفيهوش الفوم. نجيبه بقى شوية قطن، ونعمل بقى زي ضفاير كده، يعني بنزين بقى بيها الايد، او تزيني بيها حوالين الجاكل، بقى هيبقى منظره حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين هتعمل ايد كمان صغيرة، والفيديو سهل وبسيط ونقدر ننفذه. بصوا بقى هنا علقت الايد، جابت هنا ازايز الشامبو او البلسم اللي عندك لو ملونة، وتقدري تعملي نفس الافكار اللي هي بتعملها، بتقطعيها صغير كده. ولو تقدري تعملي القلوب الصغيرة دي عشان تعملي وردات، او تعملي شكل ورق الشجرة، بس يعني الاشكال دي بتاعتك انتي. احنا برضو بنشوف الفيديو بناخد منه افكار تناسبنا، والديكور بقى والفينش ده بتاعك انت بقى، باي شكل يعجبك انت بتعمليه. تقدري كمان تعملي اشكال بالورق الفوم لو ما عندكيش ازايز شامبو او بلسم، او ما عندكيش ازايز تقدري تقطعي منها الاشكال دي. هي اخدت كمان اللون الاخضر عشان تعمل منه ورق الشجر. سهل وبسيط وما بياخدش معاكي وقت، وعلى فكرة قصتهم سهلة جدا. هي هنا بتلزقه على هيئة وردات جنب بعضيها، وكمان بالورق الشجر الاخضر كمان كان هيبقى شكله في منتهى الجمال بعد ما بتخلصوا خالص. شوية لولي بقى كده بتنطق الوردات. اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، ويا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. السلام عليكم.